تعالى بقى اقول لك تعمل ايه عشان ما تنساش تاني. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان اغلب اللي بنذاكره بيفضل في الذاكره المؤقته، اول ما الضغط يزيد او الوقت يعدي المعلومه بتتمسح، وده مش لانك فاشل، بس ببساطه ان المخ ما تقلهوش ان المعلومه دي مهمه احفظها. انا بقى هقول لك على اهم 4 حاجات عشان ما تنساش تاني. الشرط الاول والاهم وهو الفهم. اهم قاعده علميه لازم تعرفها ان المخ مش بيخزن اللي هو مش بيفهمه، يعني الحفظ من غير فهم ذاكره مؤقته وشويه وهيروح، لكن لو فهمت اللي انت حفظته دي اول خطوه لللونج تيرم ميموري او الذاكره طويله المدى. الشرط الثاني وهو التكرار الذكي. العالم هيرمان ايبنجهاوس اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات اكتشف المفتاح ازاي يكسر منحنى النسيان، بس مش اي تكرار، ده تكرار اسمه السبيس ريبيتيشن او التكرار المتباعد. يعني تراجع بعد يوم، بعد 3 ايام، بعد اسبوع، بس ما تقعدش تكرر 10 مرات في نفس اليوم. الشرط الثالث وهو المشاعر. المخ بيعشق حاجه اسمها مشاعر، اي حاجه مرتبطه بقصه، ضحكه، مثال، صدمه تدخل اللونج تيرم ميموري اسرع. الشرط الرابع واهم شرط وهو النوم، وده اهم جزء وناس كثيره بتستهين بيه، لان النوم هو ده الوقت اللي بيحول فيه المخ المعلومات من الوركينج ميموري او من الذاكره المؤقته للذاكره طويله المدى. قله النوم هتخلي المعلومات تتحذف من الشورت ميموري قبل ما تلحق توصل للذاكره طويله المدى. عشان تحول اي حاجه من الذاكره المؤقته للذاكره طويله المدى افهم، كرر على فترات، اربط بمشاعر او بقصه معينه، ونام كويس. ابعت الفيديو ده لصاحبك النساي وقول له فوق معانا فاينل. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو، ولو انت على اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب وخليك ملتزم.